مراحل تشطيب باب خشبي بلون شفاف، ده موضوع الفيديو بتاع النهاردة. الفيديو يا جماعة بادئ بالشرح من البداية للنهاية، وهنكتب لك الخطوات بالشرح عشان الناس اللي بتتابعنا من بره البلدان. أول خطوة يا جماعة اللي هي أول مرحلة اللي هي مرحلة الصنفرة. أنا هكتب لك الخطوات دي يا جماعة. الصنفرة 120. الغرض من الصنفرة يا جماعة إن احنا بنشتغل الوسخ اللي على القشرة، بس بتصنفر باتجاه السمارة بتاعة الخشب أو باتجاه التجزيعة بتاعة القشرة أو الخشب. فبتبدأ تشوفه بعد الصنفرة زي ما انت شايف كده. كده يا جماعة الشغل خلص بعد الصنفرة. تاني مرحلة اللي هي مرحلة الصباغة. بتنفض الشغل بتاعك دي يا جماعة بطانة اللي هو الحصى جوز. ده حصى جوز مائي، بيبقى عبارة عن حبيبات بتتحل في مية. بتجيبه وبتجيب علبة بتضيف فيها شوية مية. الحصى جوز ده يا جماعة ده حصى جوز بني. البطانة دي يا جماعة يعني بنجيب الحصى جوز وبنخفه بالمية. الغرض من البطانة دي ان احنا يا جماعة بنعمل درجة لون اللي احنا هنشطب عليها. يعني درجة اللون دي مش الدرجة النهائية، ده درجة اللون بنسبة 50%. بعد ما البطانة ما بتنشف بيبقى زي ما انت شايف كده. بعد الجفاف قيمة ساعة بتبتدي ان انت بتنعم بصنفرة 150 عشان يعني لو في حاجة موبرة. بعد كده بتبتدي ان انت بتعطي سيلر. دي يا جماعة سيلر الاخشاب. الكيلو السيلر بياخد 2 كيلو تونر. بتقلبهم وبتطلع تدي بتطلع تدي وشين كده. ممكن تستعمل في المرحلة دي المسدس او ممكن تستعمل الفرشة والشاشة زي ما انا شغال كده. هي نفس المراحل، بس اهم حاجة ان انت بتعمل طبقة على البطانة عشان نحافظ على البطانة. بعد الصباغة والسيلر بيبدأ زي ما انت شايف كده. ده يا جماعة المعجون فاتح للخشب، والمعجون الغامق بيبقى للقشرة. دي يا جماعة الملونات اللي احنا هنلون بيها المعجون. احمر وبني واصفر، دي ملونات مائية. لو هتستعمل معجون جاهز هتجيب الملونات الاحمر والبني وتبتدي ان انت تمعجن. الغرض من المعجون ده يا جماعة ان احنا بنسد المسام بتاعة القشرة وبنسد المسام بتاعة الخشب. في الفيديو اللي شغال على الشمال دي يا جماعة الشغل بعد ما الصنفر معجون. المعجون باين ان هو قدامك غامق دلوقتي، بس بعد الصنفرة بيبدأ تشوفه زي ما انت شفت كده. بعد كده بتبدأ في الخشب بتمعجن بمعجون فاتح. بتمعجن المسمار أو بتمعجن اللحامات والفواصل بتاعة الباب، ولو في مسامير بتمعجنها. فبتبدأ تخلص من المعجون. بتخش بعد كده في الصنفرة اللي هي صنفرة المعجون. انت بتستخدم في المرحلة دي يا جماعة بتستخدم صنفرة 150، وبتطلع تصنفر باتجاه القشرة أو باتجاه الخشب. ما بتصنفرش عكس الخشب. بعد كده بتاعت وش عازل او بتاعت وش سيلر. والافضل ان انت بتاعت وش عازل. وبتبدا الوش العازل ده عشان ما يمتصش الخشب، ما يمتصش البليستر. بعد كده لو هترش بليستر، الكيلو البليستر بياخد ربع كيلو تنر وغطا مصلب. لو هترش سيلر بروسان برضو نفس الكلام. بس اهم حاجة في المرحلة دي ان انت بتسد المسام بتاعة الشغل. يعني مش بتعطي وش واحد، انت بتدي وش واتنين وتلاتة لحد لما الشغل يبان قدامك تمام. بعد كده بتبدأ في التصفية بصنفرة 150. بعد كده بتنعم ب280 لحد لما تنتهي بالصنفرة 400 عشان تشتغل التجاريح. فبعد التصفية والصنفرة بيبقى زي ما انت شايف كده. نركز بقى يا جماعة كده. دخلنا في موضوع في موضوع التشطيب. ده يا جماعة اللون اللي هنشتغل به ده كيلو ورنيش لامع تمام. بنضيف عليه 15 كيلو تنر. بعد كده يا جماعة دي الصبغات بالأرقام. يعني انت بتختار الرقم بتاع الصبغة اللي انت محتاجها. دي يا جماعة صبغة وليكن 019 و04، وبضيف عليها مثلا 06. انت بتختار الرقم زي ما انت بتحب. المهم ان انت بتحط نص كيلو على ال15 كيلو تونر على الكيلو الورنيش الدوكو، وبتقلبه بيبقى زي ما انت شايف كده. بتخش بقى في اول مرحلة في التشطيب ان انت بتظلل الباب. يعني انت بتعمل كده تحريق حوالين الحشاوي او حوالين الخشب زي ما انت شايف كده. بس اهم حاجة ان انت بتستخدم في المرحلة دي مسدس لون. بيبقى الكوباية بتاعة المسدس لفوق زي ما انت شايف كده. بتبدأ تحرق حوالين الحليات او حوالين الحشاوي. يعني بتفصل الباب بتاعك. وبعد كده بتبتدي ان انت بتفتح الهواء بتاع المسدس وبتغبر مش بتجيب الدرجة النهائية. انت بتغبر وش في وش عشان تتلاشى ان الشغل بتاعك يبقى ملطش او يبقى فيه حبوب.
بعد كده بتثبت بورنيش مط، اللي هو الورنيش المط اللي بدون مصلب، ورنيش مط نترو، بتثبت اللون بتاعك. وبعد كده بتخش في مرحلة الباتينة. دي يا جماعة الزيت المفتاحين والأنابيب بتاعة الباتينة بنخفها زي ما اتكلمنا في الفيديوهات بتاعة الباتينة. بعد ما بتملى الشغل بالفرشة زي ما انت شايف كده على اليمين، بتبتدي بحتة بطانة او بقطعة قماش، وبتبتدي ان انت بتشتغل الباتينة تاني من على الشغل، فبتصبح الباتينة داخل المفاحير او داخل الغاطس بتاع الشغل. فبتبدأ تشوف الشغل بعد الباتينة زي ما انت شايف كده. الباتينة دي بتتميز ان هي يا جماعة بتخش في الحاجات اللي المسدس مش بيخش فيها. بعد كده تثبيت الباتينة بورنيش، اللي هو يا جماعة ورنيش النطر المط اللي احنا كنا بنثبت به اللون. بتثبت الكيلو المط بياخد حركة ايه، كيلو ونص طنر، وبتطلع تثبت. بتبص على الشغل بتاعك، لو محتاج يتبع بتتبعه وبتديله وش مط. كده الشغل بتاعك جاهز لمرحلة الورنيش. يعني على حسب اللمعة بترش ايه الورنيش بتاعك، محتاج لمعة خفيفة بترش مط، محتاج لمعة عالية بترش ورنيش وليكن ورنيش فرن. فبتبدأ تشوفه زي ما انت شايف كده، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.